قبضوه والواعر كاع على داك 70 اللي ماتوا انا كانوا من العظام ديال قريش، ابو جهل، عتبه، شيبه والوليد بن عتبه. يعني انا معلم راه اسماء كبار. وقبل ما نكمل هذه القصه راه واحد الموقف صار في بدر راه غريب او نقولوا راه مستغرب، يعني شي حاجه اللي بزاف. ولكن قبل ما نقول لكم هذا الموقف تنتمنى انكم تدعموا القناه عندي بزر ديال اللايك ومتابعه، حيت بحال هاد الحلقات اللي تيكون عندهم علاقه بالاسلام تيطلبوا مني جهد كبير وتنحاول ندير ما في جهدي فيهم. راه حتى التصوير ديالها راه دا مني واحد الوقت كبير، ما عرفتش شحال غتكون في الاخر ولكن 100% غتكون طويله شويه. داكشي علاش اشتركوا معايا في القناه وفعلوا في الجرس. الزر ديال اللايك راه فابور وتعاونني انا بزاف. راه الموقف اللي صدمني ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركه كان تيقاد الصفوفه باش يقاد الخطه ديالو وقاد لهم كيفاش غادي يكونوا وكيفاش غادي يوقفوا، وكانت في اليديه بحال العصيه باش يقادهم، وكان تيقاد الصفوف به. وكان واحد من الصحابه وكان سميتو سواد بن غزيه رضي الله عنه ما كانش واقف مقاد، وبحال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوا شويه بهذاك العصيه يعني يدفعوا.